لا يفرون إلى بلادهم عائدين بل منها خائفين، وتلك واحدة من مخرجات أولوية الأمني على السياسي في معالجة الأزمة السورية، فحيثما يدخل الجيش يفر السكان. حدث ذلك في تلكلخ وغيرها، ما يخشى معه أن يستوطن الجيش المدن وتخلو من سكانها، وتزداد تاليا حالات اللجوء في بلد كان يستقبل اللاجئين ليتحول إلى مصدر لهم ولأزماته السياسية. الله لا يوفقه، شتتنا بيوتنا، كعبنا بيوتنا، ضربنا حلالنا، حج أطفالنا بالدبابات بالطيران. هنا على الحدود مع تركيا يتواصل الفرار الكبير من الوطن. جسر الشغور أصبحت بلا سكان، مهمة الجيش أنجزت والمدينة طهرت على ما درج الوصف الرسمي، لكن الأزمة لم تحل بل ازدادت تعقيدا. ويكون الحل وفق مقتضيات الذهنية الأمنية الغالبة أن يواصل الجيش زحفه، وهو ما بدأه فعليا متوجها إلى معرة النعمان. وفيها لمن لا يعلم ذلك ولد واحد من أعظم شعراء العربية وفيلسوف الشعراء العرب، أبو العلاء المعري. وإذا كان قدر المعري وقد عرف برهين المحبسين أن يموت وهنا ضريحه قبل ما يزيد على 10 قرون من حملة الجيش على مدينة ولد ومات فيها ولم ينبش خلالها قبره مرة واحدة، فإن قدر بلاده من بعده أن تصبح رهينة ما اعتبره بعض منتقدي النظام ثنائية الأخ الأكبر والأصغر في عائلة الأسد خلال عقود 4. ففي ظل حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد شن الأخ الأصغر رفعت حملة على حماه وجوارها خلفت أكثر من 10,000 قتيل وفق أقل التقديرات. وبعد أن خلف الرئيس بشار والده في حكم البلاد والعباد، عادت الثنائية نفسها لتتحكم في معالجة أكبر أزمات الرئيس الشاب. الأخ الأصغر ماهر كما يقول معارضون للنظام، وحتى رئيس الوزراء التركي أردوغان يتولى إدارة الأزمة عسكريا بوصفه قائدا للفرقة الرابعة في الجيش، فيعيد تاريخ عمه وقد أخلى يد سرايا الدفاع في حماة إخضاعا وقتلا. لكن محللين يلحظون فارقا حاسما بين الاثنين، يقول بأن رفعت أدار الأزمة بوجود أخ أكبر تميز بحنكة يقول منتقد الرئيس الحالي أنه لا يمتلكها، ما يفسر صورا كهذه من حي الميدان في العاصمة دمشق، وفيها تنفلت القوة والعسف ضد المواطنين من كل عقال. ليس هذا فقط، بل إن المعالجة الحالية للأزمة لم تقتصر على مدينة واحدة فقط، فبعد درعا وقد صورت ملاذا لسلفيين وعصابات مسلحة، انتقل أسلوب المعالجة نفسه دون أدنى تغيير إلى مدن أخرى في البلاد، من بنياس إلى جسر الشغور وما بينهما من مدن وبلدات صغيرة، ما حول سوريا وحواضرها برأي معارضين إلى حماة كبيرة تمتد ظلا ودما مسفوكا على الجغرافيا السورية بأسرها.